اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض محشي بتنجان ومحشي فلفل خطوه بخطوه وبمقادير مظبوطه جدا. عندي هنا 2 كيلو بتنجان، كيلو طماطم، نص كيلو فلفل، كيلو رز. عندي ربطتين من الخضره، يا ريت الخضره تكون فريش، والخضره هنا عباره عن شبت وبقدونس وكزبره. اول حاجه عندي البتنجان، هبدا اقطع العنق بتاعه بالشكل ده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. في فيديو النهارده عملت لكم محشي البتنجان خطوه بخطوه لكل الناس اللي مش بتعرف تعمل محشي بتنجان نهائي. لو حابين تعرفوا كل التفاصيل كملوا معايا الفيديو للاخر. وبكده اكون خلصت تقطيع البتنجان كله. يلا بقى نبدأ نقور البتنجان مع بعض. وده كده بيكون شكله بعد ما خلصت تقوير. هبدأ بقى اجيب الفلفل بتاعي واشيل البذر بتاعه بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية كلها. وبكده اكون خلصته. هبدأ بقى اجيب الخضرة بتاعتي اغسلها كويس جدا واقطعها بالشكل ده. جبت هنا 4 بصلات كبار، قشرت البصل وغسلته كويس جدا، وبعدين هبدأ اقطعه واحطه في الكبة وافرمه فرم خشن، مش عايزة الفرم يكون ناعم خالص. جبت هنا بقى الحلة بتاعتي عشان نبدأ بقى نعمل الصلصة مع بعض. حطيت فيها شوية زيت، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السمنة، ويا ريت السمنة تكون سمنة بلدي بتخلي المحشي حلو جدا. هنزل بقى عليها بالبصل، هقلب البصل شوية حلوين كده. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من الملح. هفضل اقلب بقى فيه شوية لحد ما البصل يدبل معايا. ده كده شكله بعد ما دبل معايا. هبدأ انزل عليه بالصلصة، هقلبه تقلبتين. هنزل عليه بمعلقة صغيرة من السكر، اقلب برضو تقلبتين، واسيب بقى الطماطم دي لحد ما تتسبك معايا. انا عايزاها تتسبك معايا نص تسبيكة. وده كده شكلها بعد ما اتسبكت معايا. هبدأ بقى اجيب عندي طبق واحط فيه مية وانزل عليه بمعلقتين من الملح، وانقع فيه البتنجان لمدة 10 دقايق. البتنجان هنا يتشرب الملح بتاعه، مش هنحتاج ان احنا نملحه تاني خالص. وهجيب طبق كمان واحط فيه مية وانزل برضو عليه بملح، واقلبه كويس جدا لحد ما الملح يدوب معايا. وبعدين هنزل عليه بالفلفل واسيبه برضو يتنقع لمدة 10 دقايق. بعد ما نقعهم في المية لمدة 10 دقايق،
هشيلهم من الميه، وده كده شكلهم بعد ما شلتهم من الميه. يلا بقى نبدأ نعمل الخلطة كده مع بعض. هنزل هنا بالرز، معلقة من الفلفل، معلقة صغيرة من الفلفل، معلقتين صغيرين من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. بعد ما قلبتهم هنزل عليهم بالصلصة بتاعتي، وبعدين هنزل عليهم بالخضرة بتاعتي. خضرة شكلها حلو جدا. هفضل اقلب بقى فيه كويس جدا لحد ما المكونات دي كده تتجانس مع بعضها. كده خلاص اكون خلصته، وده بيكون شكله بعد ما بقلبه مع بعض. يلا بقى كده نبدأ نحشي البتنجان مع بعض. اهم حاجة وانا بحشي البتنجان ما كبسش الرز فيه قوي، يعني اخلي الرز فيه يكون مهوي كده معايا. صباع البتنجان نفسه يكون مهوي، والفلفل برضو نفس الحكاية. وانا بحشي الفلفل ما كبسش فيه رز قوي. في السوا بقى يطلع معايا مفلفل، مش هيبقى فيه رز زيادة، يعني السوا بتاعه هيكون مظبوط جدا. كده خلاص خلصت المحشي بتاعي كله. يلا بقى نبدأ نرصه مع بعض كده في الحلة بتاعته. شايفين هنا ازاي مهوي؟ انا مش مكبسه رز خالص. اهم حاجة صباع المحشي يكون مهوي في الرز، يعني الرز بتاعه ما يكونش مكبوس. كده جبت الحلة بتاعتي، يلا نبدأ كده نرص المحشي فيها. وبكده يكون خلص معايا. هبدأ بقى احطه على النار وازوده بالشوربة بتاعته. انا عايزة هنا الشوربة تكون لحد نص صباع البتنجان بس مش اكتر من كده. هسيبه بقى على نار عالية لمدة نص ساعة، وبعدين هدي عليه النار جدا. يلا نبدأ بقى نشوفه بعد ما عدى عليه نص ساعة. الله على الريحة، ريحته تجنن. مش عايزة اقول لكم ريحته قلبت البيت كله. انا هنا البتنجان اول ما زودت الشوربة خليته على نار عالية. بعد نص ساعة هديت عليه النار شوية، وبكده يكون استوى معايا. يلا بقى نغرفه مع بعض. وده كده شكله بعد ما خلصته. يا ريت بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش. ولو حابين اعمل لكم اي وصفة جديدة اكتبوا لي بس في الكومنتات.